في ناس كتير بتسأل هو ليه النادي الأهلي كل شوية يطلع بيانات، كل شوية يشتكي يعني هيئات مختلفة واتحادات وأندية، وليه كل شوية بيعمل مشاكل؟ مش فاهمين ايه السبب. الناس مش فاهمة ايه السبب ليه ده كله. آه عايز اقول لحضراتكم ان ده اسلوب الأهلي لما يبقى غلطان او في موقف يعني هيتأذي فيه او هيتاخد ضده موقف، فبيعمل نوع من انواع الايه، الارهاب للمنظومه. البيان ده او الشكوى اللي بيقدمها دي نوع من انواع الارهاب للمنظومه كلها اللي هو فيها. يعني مثلا في موضوع الهلال ده هو بيعمل ارهاب لمنظومه ايه، لمنظومه الكاف، الاتحاد الافريقي. احنا اتضربنا، احنا اتظلمنا، احنا اتفتح علينا المجاري، احنا الدنيا اتباظت معانا، احنا اتشتمنا، احنا. طب ليه بيعمل كده؟ لان بيعمل نوع من انواع الارهاب للمنظومه، لمنظومه الكاف. طب ليه؟ حضرتك في الماتش بتاع الهلال لاعيبة النادي الأهلي محمد الشناوي وديانج وعبد المنعم اتعاركوا مع الطاقم الطبي واتعاركوا مع الطاقم الفني وضربوا الطاقم الطبي وضربوا الطاقم الفني بتاع الهلال. كويس. وطبعا ليه الصفحة الرسمية لنادي الهلال الكلام ده موثق بالفيديوهات، ومراقب من المباراة كاتبه في الايه، كاتبه عنده في التقرير بتاعه. فلو التقرير ده اتقدم للكاف ايه اللي هيحصل؟ هيتم ايقاف اللعيبه دي، عبد القادر، ديانج، عبد المنعم، الشناوي. طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ ايه الحل بالنسبه للاهلي عشان يطلع من الحوسه اللي هو فيها دي، ويطلع من العصا اللي عاص نفسه بيها؟ اعمل بيان وشكوى، احنا اتظلمنا واحنا مش هنسكت وعايزين حقوقنا والحقونا والخارجيه والاتحاد الافريقي. فساعتها ايه بقى؟ هو عمل ارهاب للاتحاد الافريقي، هيقدروا يدوا ايقاف لاي لاعب في الاهلي؟ ده هو بيقول لك عايزين حقوقنا، احنا اتضربنا واتشتمنا وي. حد في الاتحاد الافريقي يقدر يطلع يقول النهارده النادي الاهلي ايقاف لاحمد عبد القادر او للشناوي اللي راح ضرب الدكتور ولا؟ محدش يجرؤ. ارهاب، ارهاب للكاف، محدش يقدر يتكلم معاهم. عشان كده البيانات دي بتطلع، البيانات ديت بتبقى عارفين هما بيعملوا ايه اداره الاهلي. البيان بيطلع ارهاب للمنظومه. عايز برضه احكي لكم على موقف حصل برضه مع النادي الاهلي. لو حضراتكم فاكرين في ماتش الاهلي والزمالك، لما الاهلي كسب الزمالك طلع كهربا وقال الفاظ ما اقدرش اقولها، الفاظ على الاقل ياخد 8 ماتشات ايقاف. انتوا فاكرين ايه اللي حصل؟ لجنه لجنه الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم عملت ايه؟ قدمت استقالتها. لا، ما اقدرش اوقف كهربا، ما اقدرش، لا اجرؤ ان انا اوقف كهربا. ده الدنيا تتقلب عليا، ده النادي الاهلي يتقلب عليا. وراحوا عاملين تمثيليه كده على الراي العام، والجماعه بتوع الاتحاد المصري قالوا للجنه الانضباط لا، انتوا ما تمشوش، احنا مش واقفين على الاستقاله، انتوا تقعدوا، انتوا مفيش اي مشكله. كل القصه دي ليه؟ عشان الكهرباء ما ياخدش ايقاف. ده وقفوا شيكابالا 8 ماتشات، فاكرين؟ وما عملش اللي عمله كهرباء. عبد الله جمعه وقفوه 4 ماتشات. ليه؟ عشان قال اضرب يا بدري. كلمه اضرب يا بدري دي شتيمه، قال لك ستفز جماهير النادي الاهلي. 4 ماتشات ايقاف. امام عاشور كانوا مصورين فيديو داخل ورا في ملابس الايه، نادي الزمالك، فيديو متهرب، يعني مش مظبوط، مش يعني فيديو متسرب مضروب. الفيديو ده لما اتصور وطلع، امام عاشور خد له برضه ايقاف 4 ماتشات او 8 ماتشات مش فاكر. طب كهربا طلع قدام الجماهير كلها وقال كهربا مش عارف ايه وايه، تقدر تعمل له ايقاف؟ ده لجنه المسابقات نفسها
تقدم استقالتها. ده الاتحاد المصري كرة القدم كله يتشال. الاتحاد المصري كله يتشال. مش كهربا ياخد ايقاف يوم. لا، ما حد لا يجرؤوا. شوفوا بقى الارهاب عملوا ايه. شوفوا الدنيا مشيت ازاي. حد خد باله من الحاجات دي؟ طب في حاجه كمان عايز اقول لكم عليها بالنسبه لقيد اللاعبين الثلاثه. قيد اللاعبين الثلاثه بتوع الزمالك اتحطوا على السيستم، والاتحاد الدولي الفيفا قال ان ده شأن داخلي. وشوفوا الاجراءات بتاعت النادي عمل ايه. نادي ايدهم على السيستم يبقى ايدهم له. لا، مش هخليهم يلعبوا مع نادي الزمالك، وهذل نادي الزمالك، وخليه يطلع من افريقيا، وخليه يتغلب في الدوري. مش هقيد له الثلاث لعيبه دول. مع ان الاتحاد المصري ده فيه حازم امام ابن الزمالك. هل حازم امام وقف مع الزمالك؟ طب انت يا حازم عندك مشكله مع مرتضى منصور، طب الزمالك ذنبه ايه؟ طب انت عندك مشكله مع مرتضى منصور، هل قيد اللاعبين ده تم بطريقه سليمه ولا مش سليمه؟ طريقه سليمه، ايده. عندك مشكله مع مرتضى منصور، روح اشتكيه في المحاكم وروح اعمل اللي انت عايز تعمله. اللي بيحصل ده ابشع انواع البلطجه اللي بتتم ضد نادي الزمالك. ابشع انواع البلطجه انا ما شفتش في حياتي كده. بصوا على جميع اتحادات العالم كله، هل في اتحاد بيقف ضد نادي في من نوادي بلده بالطريقه دي، ويقف في نفس الوقت في ظهر نادي تاني؟ لاعب زي كهربا لما يشتم محدش يديله اي ايقاف يوم حتى، وعندنا 3 لعيبه في الزمالك اتبهدلوا. بيانات كل شويه لارهاب المنظومه وارهاب الحكام وارهاب الكاف. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا وصلنا لايه؟ لان مش لاقيين حد يوقفه عند حده. لو طلع بيان من هنا وراح الاتحاد المصري يفقعه ايقاف للنادي ولا، لكن هيقدروا يعملوا حاجه زي كده؟ مش هيقدروا. هنفضلوا زي ما احنا كده على طول، ومش هنتقدموا خطوه لقدام. ودي النتيجه اللي احنا فيها. شايفين المنتخب عامل ازاي؟ طب شايفين الدوري بتاعنا شكله عامل ازاي؟ كل الدوري بيخدم على فريق واحد. كل المنظومه والاعلام إيه الاهلي كسب الاهلي كسب. ايه ده؟ في المنافسه. روح شوف الدوري الانجليزي، ليه قيمه مليارات دولارات. ليه؟ منافسه. في منافسه. برايتون يقدر يكسب ليفربول ويقدر يكسب تشيلسي ويقدر يكسب، لكن النهارده يعني لو الاهلي اتغلب ده الدنيا تقوم. ازاي الاهلي اتغلب؟ ده احنا اتظلمنا، ده احنا مستحيل الاهلي يبقى اللعيبه وحشه، لا، ده اكيد اتظلموا. المنظومه كلها وقفت ضدهم يعني واتظلموا واتغلبوا. مستحيل ان هو الفريق يبقى وحش او عندهم الحارس مش كويس في يوم، مش يوم النهارده ولا اي حاجه، لا، لازم المنظومه كلها ضدهم. كل الناس بتتكلم في منظومه عادله تدي لكل الفرق حقها، ما تجيش على نادي قصاد نادي. هل ده مطلب صعب؟ هل ده مطلب صعب؟ كل ما بتعمل كده في النادي ده بتخليه يتبلطج اكتر ويتجرأ اكتر وجبروته يزيد اكتر. لازم يبقى في وقفه، لازم يبقى في وقفه من الاتحاد المصري، وترجع كل حاجه، تدي كل حد حقه، وترجع كل نادي في مكانه، وتدي المظلوم حقه. اللعيبه اللي تتقيد دي ايدوها. بلاش الجو بتاع المشاكل وجو بتاع الغلط وجو بتاع كل شويه بتخترعوا للزمالك مشكله، شويه توقفوا اللعيبه، شويه ما تقيدوهمش، شويه. ايه ده؟ شويه عدل، محتاجين شويه عدل.